السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتي. كنتمنى دائما تكونوا بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله بغيت نوجد معكم واحد مني بطبوط بواحد جوج الحشوة مختلفين وغادي يعجبكم إن شاء الله. غادي نتبعوا معايا الطريقة. غادي نحتاج واحد جوج سلايف ديال الفورص مع واحد زلافة ديال الفينو مع شوية ديال الملحة وشويه ديال الخميره، وغادي ناخذوا الخليط ديالنا وغادي نعجنوه بالماء دافي، وغادي ندلكوا العجينه ديالنا شويه، ومن بعد غادي ناخذوها ونديروها في واحد البلاستيك الغذائي وغادي نخليو العجين ديالنا كترتاح. من بعد ما ارتاحت لينا العجينه غادي نديرها كويرات صغيورين، وغادي من تاني نكملوهم وغادي نغطيوهم نخليهم يرتاحوا لينا واحد شويه تاني. ومن بعد غادي ناخذ واحد شويه ديال الدقيق ديال الفينو وغادي نبقاو نقرصوا الكويرات ديالنا. من بعد ما طلقوا لينا ما نقرصوهمش يكونوا غلاضين بزاف، السمك ديالهم يكون غليظ وما يكونش رقيق، يكونوا شويه، ما يكونوا غلاض ما يكونوا رقاق. صافي غادي نكملوا هاد الكميه ديالنا ديال البطبوط كاملين وغادي نخليوهم يخمروا لينا. بالنسبه للعجين ما نخلوش العجين ديالنا تكون لينا قاصحه ولا تكون لينا مطلقه بزاف، يعني تكون عاديه مزيانه باش ملي كنبغيو نقرصوها ما كيجينا البطبوط ديالنا كيجينا مزيان، ما كيجيناش قاصح، ما كيجيناش مطلق بزاف يبقى يتلصق لينا بين يدينا وما يجيناش في الطياب ديالو مزيان. هذه هي الطريقه باش كيجينا البطبوط ديالنا كيجينا مفشفش وكيجينا خاوي من الداخل. من بعد ما كملت التقراص ديالي كامل ودابا غادي نخليهم يخمروا. بالنسبه للخميره ما نخليهمش يخمروا بزاف، المهم غير تطلع لهم واحد شويه صافي، وغادي نشعلوا البوطه. كنخليو المقله ديالنا حتى كتسخن مزيان، ومن بعد كنديروا فوقها البطبوط. ملي كنديروا فوق البطبوط كنقصوا واحد شويه، ما نخليوهاش مجهده بزاف. كيف كنديروا البطبوط ديالنا عي كتشد لينا واحد شويه من التحت صافي، وكنقلبوها، ما نخليوهاش حتى كدير لينا داك النفاخه حتى كتكبر لينا هكا، لا ديك الساعه كنقلبوها. ومن بعد كنبقاو نحركوا دوك البطاطا ديالنا مع الجوانب مع كلشي باش كيطيب لينا كلشي، وكيجي لنا واحد اللوين اللي تيكون ذهبي كيكون زويون، يعني ما كيجيناش محروق، ما يجيناش ندير داك النبالات بحال هكاك صافي. وكنبقاو محاضيين معاهم حتى كيطيبوا لينا البطبوط ديالنا. عرفتوا حيت كيف كيطلع واحد شويه في الخميره صافي كنبداو نطيبو، لحقاش الا فات فيه الوقت ديال الخميره ديالو فاض راه ما كيجيناش البطبوط مزيان، كيجينا نازل، يعني ما تقدريش كاع تحليه، كيجينا بحال لاصق. وإلا خليتيه ما خمرش بزاف عاوتاني هكاك من الاحسن، يعني كيف كتشوفوه طلع فيه الخميره صافي كنبداو كنطيبو. وها هو البطبوط ديالنا من بعد ما طاب، هو دابا غادي نخليه حتى كيبرد وغادي شوف تبارك الله كيف كيجي منفوخ. بعد عاد باقي يلا كي تشوفوه كتشوفوه تبارك الله راه باين منفوخ وزوين في الطياب. ومن بعد كناخذ واحد المقله كنديروا فيها واحد شويه ديال الزيت، كنديروا مع واحد البصله اللي هي كبيره كنشلطها وكنديرها وكنبقى نحرك. ومن بعد كنقص البوطه، يعني ما تخليوش البوطه تكون مجهده باش ما كتحرقش لنا ديك البصيله ديالنا، وكنبقاو نحركوها حتى كتدبل لينا شويه. دائما البصله ملي نبغيو نديروها ما نخليوهاش عليها البوطه تكون مجهده. كناخذ واحد شويه ديال الملحه وكنديروها وكنخليو المقيله ديالنا حتى ديك البصيله ديالنا حتى كتحمر لينا مزيان. ودائما مع التحريك ما نخليوهاش، يعني دائما مع التحريك باش كتجينا ديك البصيله ديالنا كتجينا مذهبه وتجينا زوينه. من بعد كنضيفوا ليها صدر الدجاج، كناخذو كنشرملو، كندير فيه واحد شويه ديال التحميره، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون، شويه ديال نص معلقه ديال المطارد، شويه ديال الزعتره، شويه ديال نحك عليها واحد جوج فصوص ديال الثومه مع واحد شويه ديال الزعتره، اما كديريها دابا مع الدجاج اولا حتى من بعد.
صافي. وكنبقى كنحرك في هذيك سميتو عليه في ديك المقيله ديالي. مني كنشرملو الدجاج راه كيبقى لينا واحد المذاق فيه زوين، كيتشرمل كتدخل في ديك الشرموله ودغيا حتى من طياب دغيا كيطيب لينا. صافي كنبقاو نحركو حتى كيطيب لينا ديك الحشوه ديالنا. من بعد ما كيطيب لينا داك الدجاج ديالنا مع ديك البصيله حتى كنخليوه حتى كيطيبوا لينا مزيان، كناخذوا الدجاج الزيتون مقطع مع شويه ديال الهريسه. يعني اللي بغى يدير الزيتون يدير، الهريسه يديرها، اللي ما بغاش يقدر يستغنى عليها. يعني كاين اللي ما تيبغيش الهريسه يديرها. بالنسبه للدراري او اي واحد كيبغي كيعجبو الحار، حتى كنطفي البوطه عاد كناخذ واحد شويه ديال القزبر المعدنوس صافي، وكنديرهم من الفوق وكنخلطهم وكنخليهم يبردوا. بالنسبه للحشوه الثانيه كناخذ واحد المقيله ثانيه وكنديروا فيها واحد البصله، كنديروا مع شويه ديال الزيت وكنحركوها مزيان حتى كتبان لينا مع شويه ديال الملحه. ومن بعد كنضيفوا ليها واحد علبه ديال الطون، يعني الطون اللي كتبغيو نتوما. صافي وكنخلطوا هذه من بعد حتى كنطفيو البوطه. عاد باش كنديروا فوقها الطون كنديروا مع شويه ديال الزيتون والحار وشويه ديال القزبر المعدنوس صافي، وكنخلطوا وكنخليو الحشوه ديالنا كتبرد لينا شويه. ومن بعد كناخذوا البطبوط. شوفوا البطبوط تبارك الله ما شاء الله كيجي مفشفش وكيجي من الداخل محلول. هانتوما كيف كتشوفوا يعني كتكون ورقه الفوق وورقه لتحت، كيجي هائل وكيجي زوين. يعني حتى بالطريقه ان شاء الله الا استعملتي راه كيجي زوين بزاف. البطبوط شنو اللي كيخسروا لينا اللي ما كيجيناش زوين؟ اما كيخمر لينا بزاف وكنبغيو نطيبوه كيجينا نازل، اولا ما كيخمرش وكيجينا في الخموريه باقي ما خامرش وحنا كنطيبوه راه ما كيجيناش زوين، ولا تتكون العجينه ديالو قاصحه. يعني راه بزاف ديال الحاجه اللي ما كنديروها في البطبوط وما كيجيناش زوين. بالنسبه لهاد الطريقه راها كتجي رائعه وكتجي زوينه في العجينه ديالو. ودابا غادي ناخذوا البطبوط ديالنا وغادي نعمروهم بالحشوه، يعني ديال الدجاج ولا ديال الطون، حتى اللي عنده الكفته او لا داند او لا المهم اي حاجه. شتي ولو حتى ما عندك حتى شي حاجه من هذا الشيء كامل وبغيتي ديري شويه ديال البطبوط، ديري اختي من نوعه واحد الوسط، ديري معاه فريميجه، ديري معاه البيض مسلوق ومع زيت العود، راه كيجي واعر وكيجي زوين. يعني راه كيف ما درتي البطبوط كيجي زوين. ودابا غادي نعمروهم وكنديروا معاهم واحد شويه ديال بالنسبه للتزيين وبالنسبه للمنظر كيجينا زوين وكل شيء. كناخذ واحد شويه ديال الخس وكنديروا واحد زويتينه. بالنسبه للزيتون اما ديرها في باش كتبيني واش هذا ديال الدجاج اولا ديال الحوت وصافي. هادشي اللي كاين. وهذا هو البطبوط ديالي اللي وجدته معكم. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش بالاشتراك والضغط على الزر ليصلكم كل ما هو جديد. وكنتمنى لكم صحة جيدة وبالتوفيق إن شاء الله لنا ولكم جميعا.